السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في كل جديد من نشرة العالمي في أهم الأخبار المحلية والعالمية، ونبدأ من الدوري المصري مع النادي الأهلي. كشف أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وافق على رحيل الشناوي والانتقال للدوري السعودي عبر بوابة النصر. وأضاف شوبير أن الشناوي تحدث مع إدارة النادي وقال أن هناك احتمالية كبيرة جدا بوجود العرض من الدوري السعودي، ومارسيل كولر وافق على رحيل اللاعب في حالة وجود عرض، وطالب بالبحث عن حارس بديل. والآن إلى الأخبار العالمية بداية من الدوري الأسباني. ويبدو أن نادي ريال مدريد حريص على ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات هذا الصيف، وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ويريد النادي الباريسي بيع هذا الميركادو أو تجديد عقده. وأضاف المصدر أن بيريز يرصد 120 مليون يورو فقط. ووضع نادي ريال مدريد الأسباني خطة خاصة من أجل النجم التركي جولر الذي انضم إلى الفريق الملكي هذا الصيف. وقالت الصحف الأسبانية أن ريال مدريد وضع خطة من أجل جولر لاكتساب المزيد من القوة والكتلة العضلية. في إطار الدوري الأسباني مع النادي الكتالوني، ارتبط النجم البرتغالي جو فيليكس لاعب فريق أتلتيكو مدريد بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت التقارير قد زعمت بأن أتلتيكو مدريد وافق على رحيل فيليكس إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وأضاف المصدر أن في حالة تمكن برشلونة من بيع أحد نجوم، فإن النادي الكتالوني سيكون قادر على التفكير في التوقيع مع فيليكس. والآن ننتقل إلى الدوري الألماني، حيث يسعى نادي بروسيا دورتموند لصفقة من منافسه نادي بايرن ميونخ حسب ما ورد في آخر التقارير اليوم الخميس. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن دورتموند يستهدف التعاقد مع لاعب خط الوسط النمساوي مارسيل سابيتزا. وأشارت التقارير أن النادي البافاري منفتح على فكرة بيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو. وأهم أخبار ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث رفضت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين فرصة التعاقد مع إليكس أولكسليد شامبرلين لاعب نادي ليفربول السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023. وكان نادي ليفربول أعلن رحيل شامبرلين عقب نهاية الموسم الماضي نظرا لانتهاء عقده. رفضت إدارة الريدز تجديد عقد اللاعب بناء على طلب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق. وأيضا حارس كرواتيا يرفض الانتقال إلى النصر اللعب في الدوري السعودي، حيث رفض دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب ومنتخب كرواتيا عرضا من نادي النصر السعودي من أجل الانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقد بلغت قيمة الصفقة 6 مليون يورو. وإلى نادي النصر في الدوري السعودي، قرر نجم نادي روما الإيطالي بيلجريني عدم رغبته في الانتقال إلى النصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري فوفانا. وقرر المدرب لويس كاسترو عدم إشراك الإيفواري فوفانا في ودية بنفيكا، وذلك بسبب خضوعه لبرنامج لياقي خاص من أجل تجهيزه إلى المباراة الودية القادمة. وفي إطار المباراة الودية اليوم، حيث تغلب نادي تشيلسي على نادي ريكسهام بخماسية نظيفة، وأيضا تغلب نادي أرسنال على نجوم الدوري الأمريكي ب5 أهداف دون رد. ويلتقي نادي بنفيكا البرتغالي مع نادي النصر في تمام الساعة 10:30 في إطار المباراة الودية. والآن نختم أهم أخبار كرة القدم مع تصنيف الفيفا للمنتخبات، حيث حافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على المركز الأول في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وبقى المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، وأتى المنتخب البرازيلي في المركز الثالث. وكذلك فإن منتخب إنجلترا استمر في المركز الرابع، ومنتخب بلجيكا في المركز الخامس، ومنتخب كرواتيا في المركز السادس، ومنتخب هولندا في المركز السابع. واستمر منتخب إيطاليا في المركز الثامن، ومنتخب البرتغال في المركز التاسع، ومنتخب إسبانيا في المركز العاشر. وتراجع منتخب المغرب للمركز الرابع عشر، ومنتخب ألمانيا بقى في المركز الخامس عشر. واستمر منتخب تونس في المركز ال31، ومنتخب الجزائر في المركز ال33، ومنتخب مصر في المركز ال34. وتراجع المنتخب السعودي للمركز ال54، ومنتخب قطر للمركز ال59. وبقى منتخب العراق في المركز ال70.